خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دائما عبد الرحيم، قناة الجالية العربية. اليوم في هذه الحلقة غادي نشرح لكم موضوع مهم جدا، ألا وهو ديكريتو فلوسي، يعني قانون عقود العمل سواء الموسمية أو غير الموسمية. وحنا راه إن شاء الله ماشي غير حلقة واحدة، غادي نعطيكم حلقات ديال سلسلة قانون عقود العمل أو الكونترات بأصح تعبير. علاش؟ لأنه هذا القانون اللي ما دفعش في هذا القانون سواء ديال هذه السنة أو السنة القادمة أو السنة من بعدها راه ما عمرو غادي يجي لإيطاليا. علاش؟ اللي عنده النية وكان باغي يهاجر، هذه هي الفرصة ديالكم. ما ليكم الا تتبعونا في هذه القناه ديال الجاليه العربيه، غادي تلقاو واحد الشرح اللي ما غتلقاوش في قنوات اخرى. غادي نعطيكم تفاصيل يعني مهمه اللي الناس كثيره ما غاديش يوريها لكم. ممكن يكونوا بعض الاشخاص مروا الكرام، انا غادي نعطيها لكم بالشرح والتفصيل. قبل ما نبداو في هذه السلسله ديال الحلقات ديال قانون عقود العمل، خاص للناس ديال ايطاليا راه فتحوا واحد البونص ديال البوليطات اللي غادي تستافدوا من واحد 150 اورو مره واحده اون طانتوم. يعني ما عليكم الا تقدموا الطلب، ما عليك الا تشوف الموقع ديال الكوموني ديالك او تمشي لاي اوفيتشو دي بروتوكول ديال المكتب ديال الكوموني التابع ليه، غادي تاخذ المطبوع وتعمر وغتستافد من واحد 150 اورو. وراه الإيزاي الى حدود 25,000 اورو، يعني الجميع غادي يستافد. ولو تكون خلصت الضوء ما خلصتيش الضوء ما تيجيكش الضوء، هذا راك تستافد منه لان الدوله اللي عاطيه هذه المساعده. اذا غادي ندخلوا لقانون عقود العمل في ايطاليا. حكومه ديال جورجا ميلوني يعني اقروا واحد يعني رسميا، راه ملي كنت نتكلم لكم دائما في قناه الجاليه العربيه اشياء رسميه ومن لا غازيتا اوفيتشالي يعني الجريده الرسميه، حطوا مجموعه من يعني القوانين اللي خاصه بعقود العمل. لانه كما سمعتوا بان الحكومه ديال جورجا ميلوني قررت 3 سنوات ديال عقود العمل، يعني 2023 من بعد راكم دفعتوا الناس اللي كانوا دفعوا في شهر 3، هذاك القانون راه يحسب على 2022، يعني باش ما يكونش خلط ولبس لعند الناس اللي دفعوا في شهر 3 ابتداء من نهار 27/3، هذاك راه القانون ديال 2022. غادي يكون الدفع ديال القانون ديال 2023 ابتداء من نهار 2 في شهر 12 هذه السنه اللي هي 2023، وغادي ينتهي الدفع ديالو نهار 31 في شهر 12 ديال 2023. هذا القانون ديال 2023. اما القانون ديال سنه 2024 غادي يبدا الدفع ان شاء الله ما بين 5 أو 7 أو 12 في شهر 2، يعني من كل سنة ديال سنة 2024. يعني هذا شوف باش تفهموا، راه إيطاليا خاصة العمال. وباقي غادي نشرح لكم أشياء مهمة جدا، وجاوني مكالمات كثيرة وفي الواتساب، والحمد لله ساعدت ناس كثار ساعدتهم، ولكن من بعد ما فات الأوان لأنهم ما اتصلوش بيا قبل. ما تعطيوش فلوسكم، ما تسبقوش العرابن لحدود ما تعرفوا هذاك الشخص وتعرفوا أشياء، لأن أكثر من 100 شخص اللي رسلوا لي 20 واحد اللي عنده كونترا صحيحة و80 كلها مزورة في سبيل الله. يعني أنا وريتهم في سبيل الله، ما كاين لا. والناس اللي تيقول لك ودي نخلصوك ما تخلصونيش، الخلاص اللي غتخلصوه هو الدعاء ليا والوالدية وجميع المسلمين عامة. هنا غادي ان شاء الله غادي نطرقوا لهذا الشق هذا في هذه الحلقه ديال الكونترات المزوره. هذا القانون ديال عقود العمل ديكريتو فلوسي، والناس اللي ما عندوش الخاطر باش يتصنت يخرج، لان هذا راه مهم. قبل ما تقدم والديك في هذاك المصروف في هذاك السابقه اللي غتمشي لي 100 مليون ولا 2 ولا 1000 اورو ولا 2000، من الاحسن تصنت 5 دقائق ولا 10 دقائق، راه ممكن غادي تغير اشياء كثيره وغتفهم القوانين في ايطاليا. اذا هاد عقود العمل كما قلت لكم ان رسميا تم الموافقه على ديكريتو فلوسي قانون عقود العمل ديال 2023 ب 136 ألف عقد عمل، و2024 ب 151 ألف عقد عمل، و2025 ب 165 ألف عقد عمل. وتقديم الطلبات غنعاودها، بعض الاخوان تيقول كودي تتعاود، راه تنعاود لان الناس كثيره ما تفهمش علاش تنعاود 2 مرات 3 ومن بعد تيسولوني نفس السؤال. اذا الدفيع ديال الناس اللي عندهم في القانون ديال 2023 هو نهار 2 في شهر 12
2023 وغادي ينتهي نهار 31 في شهر 12 2023. ولكن الا دفعتي من الناس ديال نهار 2 ولا الناس ديال نهار 4 لان كاين واحد هذا غادي نشرحه من بعد، راه عندك الامكانيه اكثر من الناس اللي غيدفعوا نهار 30 في شهر 12. يعني باش نقولوها صريح العباره، لان هذيك الكوطه 136,000 الا دفعت 150,000 راه صافي خرجتي، الا عندك واحد الحظ يكون بسيط. اما بالنسبه للكونترات ديال 2024 ان الدفع راه كما قال حدوها في الجريده الرسميه غادي يكون يا اما نهار 5 او نهار 7 او نهار 12 في شهر 2 من كل سنه. والكونترات ديال 2025 غادي يكونوا في هذا التاريخ نفسه 5 7 12 2000 في شهر 2 2025. وهنا هذا القانون ديال عقود العمل الحالي اللي مفتوح واللي تم الموافقه عليه راه ملي تيخرج في الجريده الرسميه غادي نتسناو كما تنقول لكم دائما واحد الديكريتو اتواتيفو. اش تعني؟ هو تفصيلي لطريقه تقديم الطلب، اشنا هي الشروط واشنا هي البنود واشنا هي هذا. ولكن رسميا وعامه واللي جا في الجريده الرسميه تم الشرح ديال انواع الكونترات اللي تم الموافقه عليها. كما تتعرفوا اول حاجه راه كاين موسمي وغير موسمي، ولكن هذه المره كاين اشياء اخرى اللي غادي نشرحها لكم دابا، ماشي بالتفصيل، غنشرح لكم دابا غير عامه تاخذوا فكره عامه، وان شاء الله في الحلقات القادمه غنبدا نشرح كل حاجه على حده باش كل واحد يفهم. اذا هذا الكونترات كاين موسمي، ملي تنقولوا موسمي يعني لمده 6 اشهر الى حدود 9 اشهر. واحد الحاجه مهمه، ناس كثيره سمعت سواء بعض الاخوان والاخوات في اليوتيوب وسواء بعض الاخوان اللي تعيطوا عليا تيقول لك اودي هذيك راه كونترا خاويه. سيدي راه ما خاوياش، شكون اللي قال لك خاويه؟ خاويه هو الانسان اللي تيبقى يتكلم من خاوي. وكاينه الغير موسميه اللي هي عاديه، يعني على الاقل سنه. وراه كاين بعض الاخوان رسلوا لي شي كونترات دايرين لهم بان كونتراتو انديتيرميناتو. يعني المهم غادي باش ما ندوخكمش، غير موسمي اللي هو مثلا كبادانتي، كالناس اللي كنا قلنا في الميكانيك كهرباء، وان شاء الله غنطرقوا لهذا الموضوع. وكاين حاجه مهمه اللي جات في هذه السنه واللي غتكون حتى في السنوات الاخرى، انه من غير هذا الشيء اللي محدد لا كوطا مثلا هذه السنه ديال 136,000 ديال سنه 2023 لهاد الناس اللي غيدفعوا شهر 12، كاينه واحد الكوط، يعني كاينين كونترات اخرى خارج الكوطا، يعني غير ما داخلاش في 136,000، ولكن حتى هي عندك الحق تقدمها دابا، ولو انهم مثلا وصلوا ل 136,000 وانت دفعتي واخا دفعتي تمعطل في هذا اللي غنقول دابا، عندك الحق تاخذ كونترا عادي بدون اي مشكله. اشنا هما هادو؟ انه كاين اول حاجه كونترا كمستثمر، يعني واحد الانسان جا بغى يستثمر هنا في ايطاليا، عندك الحق ولو تدفع نهار 2 او تدفع نهار 4 او تدفع نهار 10، اهم حاجه توفر فيك الشروط ان شاء الله اللي غنديروها في حلقه خاصه. كذلك كاين كونترات ديال اعمال حره، عمل حر، حتى هي غادي نشرحوها لكم ان شاء الله. هذا علاش ما يمكنش نشرح كل شيء ونطول حلقات والناس ما عندهمش الخاطر يتصنتوا لي اكثر من 6 7 دقائق. كاين كونترا ديال انك تجي كشريك في شركه هنا في ايطاليا، غتكون انت تتواصل مع واحد الشركه او عندك واحد الرابور مع صديق ديالك عنده شركه او نسيبك او حد من العائله عنده شركه وبغيتي يدخلك شريك، حتى هي غنشرح لكم الطريقه ديالها. كذلك الا كنتي من الناس الفنانه ديالنا اللي مساكن عايشين في واحد ما نقولوش عيشه ماشي مزيانه، ولكن ما عايش هذيك العيشه اللي هو ذاك المستوى، يعني عندنا فنان مشهور معروف ولكن مسكين يعاني، هاي هي الفرصه ديالك. اهم حاجه تكون توفر فيك ديك الشروط ديال الفنان، وراها سهله. اولهم هو تكون عندك البطاقه ديال الاحتراف، يعني كفنان، هذه واشياء اخرى اللي غادي نشرحوها ان شاء الله. كذلك الناس اللي ناوي ياسس شركه هنا، يعني ملي تنقولوا شركه يعني شركه انوفاتيف، يعني شركه اللي فيها حاجه ديال ابتكار، شي حاجه جديده. هذه حتى انت دوك الناس اللي عنده افكار ومسكين ما صافش فين يطبقهم، جات الفرصه ديالك هنا ايطاليا تقول لك تعال مرحبا انا نعطيك هذه الفرصه، وغادي ان شاء الله نشرحوا حتى هذه الخانه. اذا كما تتفهموا هنا راه ايطاليا تتفتح الابواب ديالها للمهاجرين القانونيين، هما ما باغينش هذوك الناس اللي تيجي حارق وتيبقى هنا تيعطوه لاجئ. في الاخر هنا ايطاليا تتحصل مع اوروبا
واشياء كثيره اللي غادي ما نقدرش نشرحها لكم. هنا ايطاليا خاصكم تفهموا واحد الحاجه مهمه، راه ايطاليا عندها ازمه، والحكومه الايطاليه بقياده جورجا ميلوني راه عندهم نقص في الميزانيه. يعني دابا الميزانيه ديال كل سنه كما تتعرفوا راها تتوصل، يعني في اخر 30 في شهر 11 خاصهم يقدموا هذيك الميزانيه للاتحاد الاوروبي ديال ايطاليا، ولكن عندهم واحد الشق ديال 15 يوم من بعد انها هذيك الميزانيه تقدمها لبروكسل. اذا ايطاليا من بعد هذا العجز في المداخيل، ومن بعد العجز في انهم يلقاو الموارد منهاش يخلصوا بحكم ان ضرائب كبيره تتسال المواطنين وما تقدروش يسترجعوها، اشنو فكروا؟ غادي يفتحوا هاد القوانين، ان هاد القوانين راها تترجع لهم واحد المدخول مهم. اول حاجه راه بمجرد ان نهار 2 ولا نهار 4 في شهر 12، يعني احنا هما طالبين 136، اقل شيء هما تيديروا كاستيماسيون يعني كتقديري 250 الف كما كانت قبل دفعوا، يعني قدموا الطلب. راه الاستفاده الاولى ملي تتبغي تقدم الطلب ككونترات راك تشري واحد المطبوع ديال 16 اورو باش انت تقدم. اذا الى 250 الف اضربها في 16 اورو شحال من المبلغ ديال الفلوس جايبه، يعني هذا غادي ينقص من العجز ديال الميزانيه ديال الحكومه، وغادي يرفع من المستوى ديال البيل ديال الايطاليا. هذا علاش فتحوا هذه القوانين، هذا من الجهه يعني ديال اللي غتستافد منها الحكومه. اضافه الى هذا في القانون راه كاين نقص وعجز في اليد العامله، سواء المتمرسه يعني الناس اللي عندهم دبلومات. اذا وكنت الى الناس اللي متتبعين ديال القناه الجزائريه العربيه تكلمت ملي كان القانون في شهر 2 قبل ما يتحل، قلت لكم شوف الاخوان، الناس اللي ما عنده حتى شي دبلوم يمشي يدير دبلوم، يعني كاينين دبلومات ديال 3 شهور ديال 6 شهور ولا ديال 9 اشهر، يعني توجد نفسك وتهيئ نفسك. وتا دابا باقي غنعاودها لكم نفس الشيء. الانسان اللي فاتو الفرصه ديال هذا شهر 12 ماشي مشكل، باقي عندك فرصه في شهر 2 ديال 2024 وباقي عندك فرصه ديال شهر 2 2025 لا طول الله العمر. اذا اللي ما عنده شي دبلوم، وخصوصا هذوك اللي تنسمع الناس بادانتي وبغى يجي لان هنا طالبين مساعدين صحيين وبادانتي يعني هذاك اللي تيخدم في المنازل وتيبقى تيقابل واحد الشيباني وشيبانيه، ولكن راه ماشي ذاك المفهوم ديالكم. تيقول لك مقابل وغنجي انا نقابل، واش تعرف ولا اش تعرفي لا غتجي تقابلي، لان هنا ما غاديش يتيق واحد العائله ايطاليه غتجي واحد الشخص ما تعرفش اللغه. اذا الا بغيت تعطيها عدوى باش اش غتقرا، اذا على الاقل غتجي مهيئ واحد 50%. اذا على الاقل الا كنتي عندك واحد دبلوم كمساعد صحي في البلد ديالك سواء في المغرب او مصر او تونس، وراه حاجه مهمه راه 35 دوله هذه المره، يعني راه زادوا عدد الدول اللي داخله في هذا القانون، يعني النسبه اللي غيقدروا يدخلوا بها واحد الدول الاخرى راه غتكون اقل، ولكن لا يعني اي شيء. الا كنتي من الناس الاولين وكنتي من الناس اللي عندك دبلومات والناس اللي عندك واحد الحاجه اللي غادي تساعدك راه عندك نسبه اكبر. كنتي حتى من الناس اللي ما عندكش دبلومات على الاقل هيئ نفسك يا اخي. علاش؟ باش ملي تجي ما تعطلش واحد 6 شهور ولا 8 باش تتعلم غير اللغه وباش تعرف اش غدير ولا ما. اذا الا كنتي واحد الانسان مهيئ وكان عندك النيه انك بغيت تجي الاورو لايطاليا، اذا حاول تهيئ نفسك ولو تدخل غير مدرسه بريفي تعلم ايطاليا، راه الرزق عند الله سبحانه وتعالى، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحاجة المهمة اللي قلت لكم غادي نتكلم لكم في هذه الحلقة عليها هما عقود العمل اللي صابوا كثيرة مزورة. وكيف ما كان تكلم معايا واحد الصديق ديالي قال لي بأنه راه خرج القنصل في المغرب يعني في كازابلانكا وقال لهم راه لقينا علاش تم التعطيل خصوصا على الرد على الناس ديال الكونترات، لقاو اكثر من 70% ديال الكونترات مزورة. إذا الناس، وانا اعوذ بالله من قولتها هنا، ناس كتار اللي تراسلوا معايا في الواتساب ولحد الساعه الواتساب ديالي مفتوح لهاد الاخوان اللي عنده كونترا راه يرسلها لي غادي نشوفها نعطيك النسبه ديال 90% صحيحه او 90% مزوره. علاش؟ لانها معروفه، لان المزورين وخصوصا اذا كان مزور وعايش مثلا في المغرب ولا عايش في بلده مصر وهذا ما تعرفش اشنا هما القوانين الجديده اللي خرجت في عقود العمل واشنا هي الطريقه ديال نولا اوستا اللي تتخرج الجديده، واشياء كثير اللي ما نشرحهاش باش ما يفهموهاش هذوك الناس ويلقاو كيفاش ينصبوا عليكم في القوانين القادمه. حاجه اخرى تنصح الاخوان وخصوصا الاخوان اللي كانوا تواصلوا معايا وفعلا اعترفوا بالخطا ديالهم، راه ماشي
الانسان تيقول لك المثل المغربي 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص. يعني قبل انت ما تمشي تعطي لواحد الشخص نعطيه الفلوس ونعطيه هذا وعاد نجي انا ناخذ داك نتسناه واحد 3 شهور ولا 4 ويعطيني هذيك الورقه وعاد نسول عليها صحيحه ولا لا، ما ديك الساعه بقى ما دير اللي عطى الله عطاه. الانسان اول حاجه الا بغيتي يعني لو بغيتي تاخذ هاد العقود العمل وتشوف ناس اللي دخلوا لك وكذا، ادخل يعني على الاقل القناه ديالي، وكاين بعض القنوات حتى هما راه عندهم معلومات صحيحه ورسميه، وراه مجرد غتسمع ليا وتسمع لواحد والثاني وغيتعرف شكون هما الانسان. يعني القنوات الرسميه اللي يجيب لك المصادر الرسميه، وكاين القنوات اللي غير تتكلم. اش خاصك دير؟ خاصك تدخل تعرف اشنا هما اول حاجه، وان شاء الله غندير حلقه خاصه في الموضوع غنشرح لكم كيفاش تعرف الكونترا مزوره ام لا. راه انا سبق ودرتها، درت حلقه في الموضوع، واللي بغى يرجع راه درتها تقريبا في شهر 2 الى عقلت يعني او في شهر 3 ديال سنه 2023. ترجع وتعرف. ولكن انا تنتكلم على الناس اللي بغاو يدفعوا دابا. اذا باش تعرف الكونترا ديالك اول حاجه شوف داك الشخص اللي غيدخل لك شكون، واش انسان ثقه ولا لا. جاك واحد الانسان ما تتعرفوش وشكيتي، ما عليك الا دير واحد ضامن بيناتكم، او على الاقل المهم ما تسبق ما تعطيه حتى شي حاجه، لان هنا راك غير تترمي بنفسك للتهلكه والفلوس ديال والديك يمشيو لك هكذا. يجي واحد اللي ناعس في دارو ما عنده ما يدار، تيبقى ينصب على الناس، ينصب على 50 واحد، كل واحد يدير لي 1000 اورو، راه 50,000 اورو. لهذا الاخوان اي واحد محتاج اي مساعده لوجه الله، وما تبقاوش تكتبوا. كاين ناس كثار تيكتبوا لي الله يحسن العوان، انا عارف تيكتبوا لك ودير الله يرحم باك نخلصوك ودير لي موعد، الله يرحم باك نخلصوك وشوف لي الكونترا. شوف انا راه ما نقدرش ندير موعد لان ما عنديش الحق قانونيا، ولا ناض اي واحد دعاني غادي يربحني. انا نقدر نعطيكم توجيه بحكم انني كميدياتوري انتركولتورالي، يعني قانونيا يسمح لي القانون انني نعطي ارشادات واستشارات قانونيه ومساعدات قانونيه مجانيه كمتطوع ماشي بالفلوس. نوري لكم نوجهكم لوجه الله، نسالكم غير الدعاء فقط. وكذلك اي حاجه توجيه بالنسبه للمواعيد القنصليات، وراه اي جديد تلقاو في القناه واي سؤال راه تنجاوب الناس في الواتساب، ولو ما تنديرش حلقات. علاش؟ باش تعرفوا بان راه ماشي الهدف ديالي مادي 100%، لان لو الهدف ديالي مادي راه غنبقى ندير لكم غير فيديوهات ما نجاوب حتى واحد. اذا راه تنجاوب ناس كثار في الواتساب دابا حاليا وحتى في القناه، اللي كتب لي راه نحاول نجاوب وتنجتهد ان شاء الله باذن الله. الحاجه الاخرى المهمه، اي واحد عنده مشكله في الكونترات يعني باش يتاكد مزوره ولا لا، غير ارسلوا لي في واتساب. وحاولوا الاخوان ما تبقاوش يعني تعيطوا عليا مكالمات الا كانت للضروره القصوى، لان ما نقدرش نجاوب اشياء ناس كثار. ارسل لي غنكونترولي نجاوب الاخوان ديالي لوجه الله. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى انني ما نكونش ثقلت عليكم. والناس اللي مازال ما اشتركوش في قناه الجلاليه العربيه اللي غير تيشوفوا الفيديوهات ويمشيو، حاول تشترك وفعل الجرس باش يوصلك دائما جديد الاخبار في كل هذه المجالات. واللي عنده اي حد من العائله ديالو يبارطاجي وديروا لايك، وما تنسوناش بالبارطاج، لانه هكذا غادي نقدروا نوصل اكبر عدد ممكن من الاخوان والاخوات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.